السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جايبه لكم طريقة الصبليه الفاخر، كله منتظرها النهاردة الحلقة الجامدة دي. بجد النهاردة هديكوا أسرار المهنة، يعني الخلاصة. حاجة كده مش هتفشل معاكي أبدا، هتعمليها وهتجربيها وكل سنة هتعمليها بإذن الله ليك ولحبايبك. وعايزة أقول لكم إن ده شغلي أنا في الأونلاين، بعمله من سنين وعمري ما هغيره. دي المقادير المظبوطة، طعم وريحة ملهاش حل. بجد كل اللي جربه النهاردة الحمد لله شكر فيه. هنبدأ معانا المقادير بقى. معانا كيلو دقيق انا نخلاه مرتين، طبعا لازم ننخل الدقيق كويس جدا. طبعا ده دقيق عادي، في دقيق خاص بالكعك والبسكوت اسمه سنبلة الفرات او اي نوع تاني، بس انا بحب الدقيق العادي اللي هو متاح عند كل الناس. معايا 300 جرام سكر بودرة انا جبته وطحنته في البيت، تمام. ومعايا معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة الاكل ديت، وجبتها مليتها ومسحتها بودر زي ما انتم شايفين كله كده على بعضه في العجان. ودول 600 جرام زبدة. طبعا عايز تستخدموا نيوزيلندي عادي، فرن عادي برضو ماشية، بس طبعا انا معايا فرن طبعا لان ده المتاح دلوقتي مع كل الناس. لو حابين تستخدموا نيوزيلندي مفيش مشكلة، بس بلاش بلدي يعني صافي. لو حابين تستخدموا مثلا 550 جرام من الفرن او نيوزيلندي وتطعموها ب 50 جرام من البلدي مفيش مشكلة، تديها برضو طعم ونكهة الفلاحي، بس كلها على بعضها فلاحي لا، يبقى فرن او نيوزيلنديا. وهنا خدنا 600 جرام من الزبده، طبعا تكون لينه كده بدرجه حراره الغرفه زي ما انتم شايفين كده. ضربتها كويس جدا على درجه، يعني اللي شغلت العجينه على درجه واحد او اتنين. في الاول واحد عشان بس ما يعفرش عليا، وبعد كده اتنين. طبعا انا يعني مهديه عشان خاطر انا مش قافله العجان زي ما انتم شايفين كده، عشان تشوفوا الطريقه وهي شغاله بيبقى عامل زي الرمل المندي كده. وبعد ما عملت كل حاجة كده خلاص، آخر مرحلة هي بيضتين وبنزل عليهم كيسين فانيليا. بس هي دي كل المقادير، هي ده يعني هي دي طريقة السابليه الفاخر. أجمل حاجة من ولا حاجة زي ما بيقولوا. بصوا خطيرة هي، بس يعني ضربتين تلاتة كده وهتلم العجينة معانا، وما نكترش عشان ما تعضمش معانا، تبقى بسكوتة يعني بتدوب في البق برضو، يعني بسكوتة بتقرمش وبتدوب في البق. بكورها معاك تعمل شكل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش هريحها ولا اي حاجه، على طول هشتغل فيها. لو عندكم المفرش السيليكون ده تمام، مش موجود بين كيسين كده بنفرد كده. طبعا سمك العجينه تقريبا كده بالنظر نص سنتي زي ما انتم شايفين كده. هوريكم دلوقتي دي الاشكال اللي انا يعني اتعاملت بيها. انتوا بقى عندكم اشكال قطاعات زي ما انتوا عايزين اعملوها، مش عندكم بمج باي كوبايه عندكم اشتغلوا عادي بغطاء ازازه، كله ماشي. بصوا بقى، خدوا بالكم ان الاشكال اللي انتوا هتعملوها ديت، يعني مثلا انا اخترت مثلا في الاول القلب، وبعدين هعمل منه في نص القلوب دي هعمل خرامات صغيره كده باي حاجه عندي، مثلا اي قمع عندي بخرمها من النص. فانا هعمل العدد، يعني مثلا لو عملت 10 قلوب هعمل زيهم 10 قلوب بس من جوه مخرومين عشان ازينها بالمربى اللي هي الفراوله او المشمش، اي حاجه عندي، او حتى شوكولاته بيضاء او بني، اي حاجه عندي. طبعا كان اليوم ده يعني انا عملتها امبارح، فكان عندي الجو كان حر شويه. فلو انتوا حابين يعني بعد ما تقطعوها تدخلوها التلاجة شويه تمسك نفسها وتقطعوها بكل سهوله مفيش مشكله. بس انا برضو اتعاملت معاها وما فرقتش عندي بصراحه، عادي يعني بعرف اتصرف. جبت حاجه كده عشان ارفع بيها، زي ما انتوا شايفين كده المعلقه دي برفع بيها العجين زي ما انتوا شايفين. الاشكال قلوب بقى ودواير واللي تبوظ معايا عادي بدخلها في العجينه وارجع اشتغل بيها تاني مفيش مشكله، كله يعني بنعرف نتصرف يعني. اهم حاجه بتطلع لنا صابليه طعمه حكايه، طعم وريحه، وبيقعد معانا اطول مده. عايزه اقول لكم ان الصابليه ده فعلا بيقعد لحد بعد العيد كمان ما يخلص، يعني وحاطينه في علبه كده محكمه ومفيش اي مشكله خالص. طبعا كل شويه برجع عامله العجينه بتاعتي فرداها، والاشكال اللي انا عايزاها بقطع بيها وبفرد. طبعا قلنا الرق بتاعنا يبقى نص سنتي، يعني سمك العجينه يكون نص سنتي. طبعا احنا متخيلين، يعني تخيلوا معايا كده نص سنتي عامل ازاي رقيق. طبعا بفرد بقطع بقى معاكم الاشكال اللي انا اخترتها. زي ما قلت لكم الاشكال بتاعتكم انتوا زي ما انتوا حابين، بس خلوا بالكم الاشكال اللي انتوا تعملوها تعملوا زيها بالظبط مخرم من النص. لو مش حابين مفيش مشكله، بس انا بس بقول لكم الطريقه اللي الصبري بيبقى شكله عامل ازاي فيها. بنشيل الزوايد بقى ونرجع نعجنها تاني ونتعامل معاها لغايه اخر قطعه في العجين. زي ما قلت لكم بخرم من النص عشان المربى اللي جوه اللي هلزق بيها البسكوتين ببعض تبين كده ويبقى شكلها شيك وحلوه كده. بجد دي اقوى طريقه هتستخدموها بجد، وهتدعوا لي فعلا هي حلوه جدا وانا ما بغيرهاش خالص من سنين. ودي طريقتي في السابليه. طبعا هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 درجة متوسطة، وهندخل فيها الصابليه ونعينينا عليه. انا خد مني بالظبط تلت ساعة،
كل واحد بقى والبوتاجاز بتاعه وعينينا عليه، ما نسيبوش خالص لان البسكوته دي رقيقه بتستوي بسرعه. طبعا طلعوا لي 4 سيجان من السيجان الكبيره دي واتنين من الصغيرين، يعني 6 سيجان. زي ما انتم شايفين كده بقى بحط مربى تزيين معايا شوكولاته سايحه، جايبه مثلا مكعبين شوكولاته، وكل مكعب بياخد معلقه زيت كبيره وقطعه صغننه من الزبده عشان تطعمها يعني. معايا فول سوداني مجروش، ومعايا فرماسيل، ومعايا كذا كيس فيه مربى مشمش ومربى فراوله، وفي كيس صغير كده اللي انا بزين بيه ده حاطه فيه شوكولاته سايحه برضو، عملت لها حمام مائي وسيحتها وحطيتها في الكيس الصغير ده. وبحط على الوش كده التزيين بتاعكم انتوا بقى، انتوا خدوا مني افكار وزينوا، اكيد هتعملوها احسن مني ان شاء الله، واحلى حاجه باذن الله من ايديكم هتعجبكم ان شاء الله، تعتمدوها. هي دي الطريقه اللي انا بعمل، يعني ده شغل الاونلاين بتاعي بشتغل بيه، وما بخلش عليكم باي حاجه، فاتمنى تدعموني بقى واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعارات الفيديوهات الجديده ان شاء الله. هنعمل مع بعض كل النواعم بكل اسرارها وكل تكاتها، وباذن الله مش هبخل عليكم، فانتوا يعني لازم تدعموني. ده الشكل النهائي بتاع الصابلي، تحفه، طعم وريحه ملهاش حل، بجد تحفه. انتوا بقى بدعوا وقولوا لي ان انتوا عملتوه، واذن الله هستنى تعليقاتكم، احلى كومنتات من احلى الناس عندي في القناه. هستنى الكومنتات بتاعتكم اللي بتفرحني، وباذن الله يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين.